بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة سهل جدا وبسيط. هنعمل احلى تحلية واشيك تحلية. هنعمل حبة وافل، حاجة كده حلوة قوي. يلا نشوف المكونات بتاعتنا السهلة البسيطة جدا. هنجيب كوبايتين دقيق، ومعانا بيضة، ومعانا كوباية لبن، وكمان معانا 3 4 معالق زيت، ومعانا حبة مية صغيرين، والفانيليا طبعا بما ان في بيض. جبنا البيضة وحطيناها في طبق، ونحط عليها الفانيليا كالعادة يا سادة. ما ننساش بقى لايك وشير وتعليق حلو منكم كده في بداية الفيديو قبل ما ياخدكم الجو معانا، علشان ما تنسوش بنفكركم تاني. نسمي الله كده ونجيب البيضة بتاعتنا، حطيناها في بولة وننزل عليها بالفانيليا، وبعد كده كوباية اللبن بتاعتنا. لو ما عندكيش لبن تقدري تجيبي لبن بودرة عادي وتعمليه نيدو او اي نوع لبن عندك، ودوبيه في حبة مية عادي. بس طبعا كل ما يكون اللبن دسم معاكي او لبن بخيره بيكون الطعم ألذ كمان. ضفت بقى 3 معالق زيت، ويستحسن ان يكون زيت ذرة او زيت عباد يعني، علشان طعمه يكون حلو معاكي في طبقة البسكوت اللي هي الوافل. تمام. عايزه اقول لكم بقى، ولازم يكون عندنا صوص شوكولاته بقى، وحبه حبشتكنات كده هبقى اقول لكم زي ايه. حطينا ذره ملح، وهنجيب 3 معالق سكر صغيرين او معلقتين كبار. تمام. هنقلب بقى كويس جدا، وننزل تدريجيا بالدقيق بتاعنا. يستحسن بقى ان المكونات دي كلها تجيبها بقى في شفشق الخلاط كده او الهاند بلندر، وتضربيها كويس جدا وكويس جدا جدا. وتجيبي بقى تخلي القوام بتاعها زي ايه او شبيه لايه، زي الكريب مثلا، او اتقل من الكريب حبه. هتشوفوا القوام معانا دلوقتي. بصوا انا بقى خدتهم كلهم في شفشق الخلاط، وبعد كده وريت القوام معاكم اهو. ده القوام اللي انا محتاجاه، اخف شويه من الكيكه، وزي زي بالظبط كده القوام بتاع القطايف بالظبط. اللي عمل القطايف قبل كده هيلاقي القوام ده شبيه منه قوي. جبنا بقى مكنه الوافل دي عندنا. على فكره المكنه دي مش غاليه خالص، سعرها يعني في متناول الايد. يستحسن انك تجيبيها في البيت. طبعا في كذا شكل منها، ده الشكل اللي انا جبته. في منها اشكال كتير يعني، على شكل الوافل بيطلع معاكي ايه. بتجيبي بقى تحددي فنجال كده يكون قدها بالظبط، وتروحي ايه. اول واحده طبعا بتطلع معاكي ما شاء الله اشكال هندسيه يعني، بس بعد كده بتعرفي تظبطي ايدك. هنا بقى معايا صوص شوكولاته، كنت عملت كام واحده كده. وجبت بقى صوص الشوكولاته ده، المفروض ان انت تسيحيه حبه كده، او لو هو في الحر اصلا دلوقتي زي الوقت اللي احنا فيه هتلاقيه سايح اصلا لوحده ومش متجمده. تمام. بتجيبي بقى تحط عليها الشوكولاته. وبصوا بقى انا باكلها بطريقتي يعني، هي الاساسا ان انت بتحط عليها صوص الشوكولاته وخلاص. انا بقى بحط ايه؟ صوص شوكولاته ماشي، مكسرات، قشطه، موز، اي قطع فاكهه بحطها برضو عليه. تمام. انا عملت كميه كبيره. اولاد اختي كانوا معايا، فاللي حط عليها مع الشوكولاته حط مانجا، اللي اكلها كده بالعسل بس زي الفريسكا، اللي حط صوص شوكولاته بس وما حطش اي حاجه تاني. انا حطيت صوص شوكولاته وحبه مكسرات كانوا متبقيين عندي، ودي كانت حلوه بالنسبه لي. وعملت واحده كمان حطيت عليها موز مع العسل، كانت حلوه قوي قوي. بصوا بقى انت بتقدميها بالشكل اللي انت عايزاه. طريقه الوافل سهله جدا، والمكونات بسيطه جدا. دقيق وبيض ومعلقتين زيت ومعلقتين سكر وذره ملح، وكوبايه اللبن او حبه اللبن اللي انت هتعجنيهم بيهم، وتضربيهم في شفشق الخلاط. والقوام زي ما انت شايفه كده في الفيديو. وحاولي ان انت تصبي المقدار بفنجان يكون قد المكنه اللي عندك او الماكينه اللي عندك بالظبط، علشان ما يصحصحش منك كده وتلاقي دي الكميه اللي انا عملتها. وكل واحد خد واحده كده، وبعد ما حطينا عليها صوص الشوكولاته وفنن بقى مع نفسه. تمام. زي ما قلت لكم كلهم عليهم شوكولاته اهو، وفي اللي اخد بقى واحده ساده كده وراح حط عليها عسل واكلوها كده. تمام. انا بقى اخدت اللي مليانه شوكولاته كتير دي، ورحت مقطعه عليها موز، وواحده كمان تاني رحت حاطه عليها حبه مكسرات. ده الوافل اللي عملناه النهارده معاكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو منكم ليومياتي في المطبخ. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.